السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن طريقة عمل الخيار المخلل الأمريكي أو خيار ماكدونالدز. طبعا احنا بننقي الخيار يكون يعني ناشف، ما يبقاش طري زي ما أنا كده بوضح لحضراتكم، ونبتدي نقطع الحلقات تكون متساوية. ممكن تجيب الجهاز الكيتشن ماشين وتبتدي يكون عنده تقطع يعني اوتوماتيك منه. انا حبيت ان انا اقطعها يدوي. اهم حاجة تكون السلايس كلها واحدة عشان يكون التسوية موحدة. في التقطيع، بعد التقطيع بنحطها طبعا في مصفى. المصفى طبعا بتبتدي تنزل الزوايد بتاعت الخيار. طيب عشان ده يحصل ونسرع العملية دي بنضيف لها ملح وبنقلبها بالطريقة اللي انا قلتها. طيب قطعت الكمية كلها، هي كيلو، انا كنت جايب كيلو ونص، وطلعت اللي من قلبه بيبقى طري شوية. حطيت نسبة ملح حوالي 3 معالق وقلبتهم. شوف المية دي جميلة جدا وليها اهميات واستخدامات، اوعوا ترموها. خل نص كوباية وكوبايتين مية، فلفل اسمر، والملح الخشن ده شكله بيكون، انا بستخدم النوع دوت اللي هو ملح الهيمالايا. بابريكا مدخنة بتدي نكهة حلوة، وطبعا الكركم، ويكون معلقة كاملة، والخردل حوالي نص كوباية. انا بحب ازوده، وطبعا لو مش موجود بنستبدله بالمسترد. كزبرة خشنة، والثوم. بالنسبة للثوم انا يعني مش محتاج ان انا استخدم الخلاط عشان نظافة وتاخد وقت كتير، فانا بفعصه بالشكل ده، بضغط عليه ضغطة وابتدي اقطعه تقطعتين، ما بياخدش حاجة. اما البصل، لو انا هستخدم البصل الصعيدي بيبقى حجمها لازم تبقى اكبر من الصفرة، لان دي بتبقى نسبة، بقطعها كده قطع كبيرة، مش محتاج ان انا اعمل حاجات كتيرة فيها يعني. ده الوعاء هنبتدي نحط فيه. طبعا هو بستخدمه يكون ناشف نضيف، ما فيهوش اي مية او اي اضافات تانية. انا عشان هعمل كمية كبيرة فجيب الوعاء دوت يكون كبير شوية. اهم حاجة ان احنا بعد ما بننتظر ساعة لساعتين ما يصفي الخيار، بنبتدي بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. خد بالك ان انا وانا بضيف في الكميات بحط الفلفل الاسمر، يفضل يكون اللي هو الحبوب. لو مش موجود معايا زي ما كان معايا ببتدي اضيف الناعم. بضيف بقى تكة كده بسيطة اللي هو القرنفل 3 حبات. ببتدي ارفع الحاجة كلها على النار اهو. بعد ما بتبتدي ترتفع النار وتبتدي الفوران، ابتدي اقلب تقليبه. ريحه روعه جدا جدا بصراحه. الاعشاب الطبيعيه من اجمل الحاجات اللي هي يعني بتظبط الحاجه. طيب انا هنا كنت بقول ان لو الخياره تخينه هنزلها تاخد نص سلقه بسيطه مع الحاجه وهي بتغلي، لكن بدل انا اعملها رفيعه مش محتاج ان انا اعمل ده. هضيف عادي المكونات بتاعتي بعد ما صفت الميه، وانزل عليها على طول بالصوص اللي انا عملته وهو دافي كده. طيب انا لو هنا الوعاء بتاعي كان نسبة السائل اقل، ابتدي ازود ميه مغلية عادي واضيف، مفيش مشكلة. ده بيبقى شكلها عشان استكمل، يعني لازم يكون المية مغطية الخيار. شوفوا القوام بتاعها بقى وجماله، بيبقى شكله عامل ازاي. ده انا كنت عامل شوية قبل كده، بقطعها بالشكل ده بقى، بتبقى مكعبات صغيرة جدا. بص جمالها، بيبقى فعلا طعم رهيب وجميل جدا. وبتقدر تدخلها في السلطات، هو بتاعت البيج ماك بالظبط، وزي ماكدونالدز بالظبط، بالتكات بالحركات زي ما قال الكتاب. ده شكل كده انا كنت عامله، ده شكله جماله بصراحة حاجة جميلة جدا وبيتي. وده طبعا كان يعني انا كنت عامل له اختبار وقعدوا حوالي 1.5 شهر في التلاجة،
وطبعا هو محافظ على برضه قرمشته وصوته روعة. وندوق كده بقى الشكل روعة. بص الجمال والطعم واللون بالظبط زي ما قال الكتاب حقيقي يعني. ناخد واحدة كده وندوق. سامعين القرمشة؟ روعة، مش طري، القوام بتاعه كويس جدا، سويت اند ساور، واخد طبعا الماستر وجميع المكونات. ده بيكون روعة مع البرجر، ولو اتقطع مع السلطات بصراحة هايل. أنصحكم تجربوا.